عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أحلى متابعين. طبختنا آسيوية بنكهة تركية. بعد ما خلصت الحوزة نزلت شوي على السوق وأخذت كومة أغراض للبيت، يعني مشتريات كلها لازمة للبيت، وأهم مشتري هو الفطر. اشتريت فطر لطبختنا اليوم، مثل ما عبقلكن لازمني فطر ودجاج. واشتريت بصل بس ما صورت. هون اجت القطة الشارع لحقتني، حطيت لها أكل وبدها تنام عند شباك بيتي. هون القطة كراميل جنت، كوكو عقلة ما تحمل جنت، بدها تهجم علي وتعضني. ليش لعبتها للقطة؟ كل القطط مثل هيك. هون فاقت بنتي ونيمتها شوي ونقعت الفطر بالملح والخل، لأني بحب أنقعه أفضل مشان التعقيم. بعد ما نقعته شوي مسحته بمحرمة قطن وطالعت الدجاج لحتى يفك عنه التلج، ولقيكم شو طلع بالمي، أشكال وألوان عينكم ما تشوف. شوفت عينكم، مسحته كتير كويس محرمة قطن، وجبت الدفة مسحت اثنيناتهم بالخل، ما بننسى قبل ما نفرم عليهم أي شي. وجبنا بصلة قطعناها بشكل عرضاني، مو طولاني، عرضاني، وتكون الشريحة كتير رقيقة، لأنه هيك هي شروط الطبخة. وعبقلكن هاي الطبخة كتير طيبة. هاي الطبخة تعلمتها تاني شهر من زواجي، انعزمت على جارة كتير طيبة والله، جربوها ما بتندموا. بلزمنا 5 حصاص توم، قصيتهم شرائح. أهم شي التوم شرائح، لا دق ولا شي. إذا بتحبوا تضيفوا أكتر ما هي مشكلة، بس هي هيك أصولها. بلزمنا صوص صويا، أنا ما بحب لا صوص صويا ولا العسل حطه، أو عيلتي ما بتاكل هيك شي. وهون قسمنا الفطر قطعناه مثل ما انتوا عم بتشوفوا هلأ مع التقطيع بهالطريقة، ما يكون كتير رفيع ولا يكون سميك، وسط. شوفوا، أهم شي يكون وسط. هلأ الفروج هون قطعناه ونقعناه بالخل، ما صورتكن لأني التهيت مع بنتي شوي عم سكتها ويعني هي الطفلة بده حدا يلعبها. أهم شي تنقعوه بالخل، ما تنسوا هذا الشي. وهذا الثوم والبصل، وهون الفطر. روح قلبي، أنا الفطر بعشق كتير، مع شو الأكلة هاي الفطر بحبها كتير، بحبه أكله حتى ني مثل السلطة. هون حطيت معلقتين سمن حيواني وضفنا الفطر، بس أهم شي نقلي الفطر على نار قوية لحتى ما يفقد عصارته أو المي السوائل جواته. نقليه على نار قوية. خمرت كاسة شاي، حبيت اشرب كاسة شاي لانه عن جد قلبي نشف، اليوم شوب وبنفس الوقت في هوا جاف. ما اطيب كاسة الشاي عن جد وقت التعب، مع اني ماني اكل شي من الصبح. بس بالمطبخ انا عبارتب الجليات هلا، وعملت ببرونة لبنتي ورايحة اشوف بنتي واكمل طبخة معكم. انتوا قولوا لي اي طبخة حبيتوها، طبخة يابانية كورية، اي شي طبخة هيك تحسوها غريبة وحبيتوها ومكوناتها غريبة. انا هي الطبخة حبيتها بس شلت شغلات منها معينة. هون قلت بعمل تحريكة قبل ما اروح على الغرفة عشان ما انسى طبختي والتهي مع بنتي وتحترق. ولابد اهم شي بكل طبخة لازم يكون عندي جنبي شوكة لادوق لها الاكل. على فكرة الفطر اللي اذا بتحبوا تمونوه فيكم تقطعوه بهالطريقة وتحمسوه بهالطريقة وتخزنوه لطول الشتاء، او تمونوه للبيتزا لاي شي. هون عن جد شي ناهي كتير طيب. واهم شي ما تضيفوا ملح وانتوا عم تحمسوا الفطر، احمسوه على نار قوية ولا تضيفوا رشة ملح. هلا في ناس تحمسوا بدون معلقة سمنة، لا احمسوه مع معلقتين سمنة. كتير طيب. ما عاد فيي كتير رح اكل الفطر. هون فضيته وحطيته بصحن عزيق. هون بنفس الطنجرة بنحمص هلا الدجاج او صدر الدجاج، بنحمسه، بنضيف معلقة سمنة وحدة وبنحمسه على نار قوية لحتى ما يفقد كمان عصارته. هون قلت بنقع الرز، نامت بنتي، قلت بنقع الرز وبطبخ الرز بسرعة نفس المقدار نفسه، اكيد الرز كلكم تعرفوه. والبصل نسيت اقولكم فرفطوه هيك، فكفكوه عن بعضه، البصل حصرا فكفكوه، لا تعيفوه هيك مثل ما انتو بتفرموه. والثوم ما بنحط مع البصل، انتبهوا. هون البهار بحطه، هذا بهار كاري، وفي هذا بهار رفيقتي جابت لي اياه للطبخات الاسيويه او الكوريه واليابانيه، ما بعرف شو اسمه، رفيقتي اجت من دبي جابت لي اياه. قالت لي شو الهديه؟ قلت لها بهار، لانه عشق البهار والاكل. وهي بنفس الطنجره بنحمص اول شي الفطر وبنحطه بصحن، وبنحمص الدجاج وبنحطه كمان بصحن،
ومعلقة ملح. إذا بتحبوا تضيفوا شي ضيفوا، بس هي هيك بهارة. هون حمسنا الدجاج وحطيناه فوق الفطر، ما بنحمسه لدرجة الاستواء 100%. نعيف الاستواء الفطر والدجاج تقريبا 70%. وهون بنحط البصل، هيك لازم يكون البصل مفكفك عن بعضه. وإذا بتحبوا تحطوا معلقتين سكر، إذا ما بدكم تحطوا عسل لحتى البصل يكرمل. ولازم ينحط له معلقتين صوص صويا، بس نحن ما بنحب، لا عيلتي ولا لا أنا. والثوم آخر شي ما تنسوا. هلأ بعد ما حمصنا البصل وداب مثل العادة، ضفنا معلقة الملح مع البصل، ومنحط المكونات كلها شوي شوي. منحرك بعد هلأ لأنه الفروج هن ما يفرط، منحرك شوي شوي تحريكتين، ومنحطها على نار هادية. لما حمسنا الفطر والدجاج النار قوية، هلأ بلش النار الهادية. وهنا حبيت حط لها معلقة سكر صغيرة كرمال طعم الفطر بيعطي نكهة طيبة. هنا خلص وقت صار تقريبا استواء 90%، بنحط الثوم ونبلش شوي نحركه على الهادي. وحطينا البهار إلها وسكرتها، عفتها تقريبا 5 دقايق. البهارة معلقة، هذا البهار ما بعرف شو اسمه، هو بهار يعني كوري وكاري. هنا أنا عم بحمص شعيرية، فائت بنتي كتير تعذبت معها لحاول أرجع نايمة ونسيت شعيرية، يعني هي سخن الزيت بس التدعت، مع أني طافي الغاز تحتها بس مو زيت حامي. وهون طول الفترة عم بدور على القطة ما بلاقيها، ضيعت القطة ما بعرف، خايفة يكون هربت على الشارع. فتر راسي وما لقيت لها القطة. أبشع شي بالقطط أني بيغاروا من بعض وما بيريدوا، يعني اللي عنده قطة بيعرف إذا جاب قطة تانية، القطة الأول وحدة بتمرض وتتعذب وما بتخلص، بتأذي بالبيت يعني بتهرب من البيت لأنه إجت قطة تانية. وهون ضفت المي إلها، وهلا بنضيف الملح، ولما يتهبل الرز بنضيف له معلقتين سمنة. عن جد حبايب قلبي ذوقوا هالطبخة، عن جد كتير طيبة. أنا ما كنت أحب الفطر، بس الفطر على هالطريقة كتير طيبة. وإذا بتحبوا تضيفوا الإضافات اللي بدكم إياها ضيفوها. هون طالما أنا عم بفتل بالبيت بالأخير لقيتها متخباية وين؟ شوفوا فوق الخزانة. فتر راسي وما لقيتها، بالأخير طلعت متخباية معصبة مني، يعني عم بتعاقبني. هلا هي شوفت عينكم عم بتعاقبني هيدي كوكو. حسبي الله ونعم الوكيل. ويلي القطة ويلي بنتي ويلي طبختي اللي رح تحترق. طيب قلبي، انتوا اكتبوا لي شو حابين، اي وصفات اجربها معكم واطبخها معكم واعطيكم تقييم عليها. اي وصفات حابين نجربها سوا عاد اكتبوا لي بالتعليقات، لان شاء الله هنجربها. وانتوا شو رايكم، يكون فيديو طويل ام قصير؟ وكيف تقييمكم لفيديوهاتي؟ وحبيتوا طبخات القديمة؟ وهون سكبت الصحن، اجا جوزي سكبت صحني انا، والله شي ناهي على الاخر. والله مو مدحن بحالي، بس عن جد أكلة عالمية. واعصروا عليه عصرة ليمون، لأنه هي لازم يكون فيها صوص صويا، بس لأني ما فيها صوص صويا بتحطوا معلقة سكر وتعصروا عصرة ليمون. يا الله يا الله ما أطيبها. وتيسلم دياتي عن جد على هي الطبخة. والله جربوا، للي ما بيحبوا الفطر جربوه بهالطريقة كتير غرام. ليك وإذا بتحبوا تاكلوه بخبز تاكلوه بصمونة خبز، بس هي أطيب شي جنبها رز. نهار عزمت عليها يا أكلت صحنين غرام غرام غرام. وأطيب شي جنبها ليمون. ما تنسوا، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل شي جديد من طبخاتي ووصفاتي وسناكاتي بكل أنواعه. وهلأ صار آخر الليل طبعا، حست ورتبت المطبخ وكل شي ونيمت بنتي. وهون القطة لساعتها زعلانة مني، ما فيني، صار لازم هلأ أودعكم. إن شاء الله تشوفوني بوصفات جديدة، وبدي منكم لا تنسوا تعلقوا لي تعليقات حلوة وتعطوا لايكات على كل الفيديوهات، وتعطوني رأيكم بكل صراحة وبكل صدق، وانتقاد يكون بناء رجاء بحمى الرحمة.